لنادي الاتحاد السكندري ومش عارف هيبقى موجود ولا لا خلال الفترة اللي جاية حتى ولو هو خارج المجلس. والمدير الفني المقال من نادي الاتحاد، يعني ده النهارده بقى بره النادي وطبقا للاستقالة برضه ده بره النادي، يعني رئيس النادي بره النادي دلوقتي، والمقال الكابتن احمد ساري بره النادي بس موجود في شارعنا شارع النهار على الهواء مباشرة. منورنا ابو كباتن. ربنا يخليك يا استاذ احمد. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. جاي الطريق حلو وانت جاي؟ ما شاء الله. زي الفل؟ زي الفل. امان؟ جميل. استقال الراجل. ايه رايك؟ نو كومنت. لا يعني ايه نو كومنت؟ مفيش حاجه اسمها نو كومنت. واضح يعني انت استقبلت الخبر ازاي؟ انا كنت جاي في السكه وبعدين اتصلوا بيا قالوا لي ان الدكتور عفت اعلن استقالته على الهواء في احد القنوات. على صوتك بس عشان اسمع. وانا جاي في السكه فالناس كلمتني قالت لي ان الدكتور عفت اعلن استقالته على الهواء. ايه رايك؟ يعني انت عارف كل حاجه وعارف الكواليس وعارف ولحد ما انت بتيجي بالتليفونات على طول معاك. قرار مفاجئ ولا انت توقعت حاجه زي كده؟ لا اقول لحضرتك على حاجه، انا مش من انصار الشو الاعلامي والبروباجندا اللي بتحصل. لو رجعنا لمباراه بتروجيت، بعد المباراه انا رحت المؤتمر الصحفي، في اثناء المؤتمر احد الصحفيين بلغني وقال لي الدكتور عفت اعلن اقالتك. صح، وهحولك للتحقيق انت والهاني لا 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 ما قاليش كده، قال لي انت اكلت من تدريب الفريق. قلت له حضرتك بعد اذنك هذا الكلام لا يقال على الهواء ولكن يقال في الغرف المغلقه على ترابيزه الاجتماعات بيني وبين مجلس الاداره. كويس. خرجت من المؤتمر الصحفي قابلت الصحفيين قالوا لي يا كابتن الدكتور عفت اقالك. قلت لهم ما فيش مشكله انا مش هعلق، والكلام دوت في الاجتماع مع المجلس هقول كل اللي عندي هم يقولوا كل اللي عندهم. قالوا لي لا ده اتهمك بان انت بتتامر على الفريق انت وكابتن الفريق هاني سليمان واحد اعضاء مجلس الاداره، بدليل ان احد اعضاء مجلس الاداره طلب اجتماع الساعه 1:30 بالليل ليله المباراه. وهذا العضو هو الدكتور سمير عبد الحميد نائب رئيس النادي. تمام. رغم ان انا ما شفتش الدكتور سمير ولا اتكلمت معاه، غير قلت له الحقني اللعيبه بتسيب المعسكر. كويس. حاولوا انهم قال لي طب قول لهم ان انا جاي لهم الصبح وهقعد معاهم. تمام. وخلصت. حلو. فانا قلت له برضه مش هعلق. فمشيت، فالناس كلموني قالوا لي يا كابتن هذا اتهام يخل بالشرف، انت عملت مؤامره على الفريق عشان انت تتغلب 4-0. مين اللي قال لك كده؟ الناس اللي اتفرجت، الكلام اللي اتقال ان انا عملت مؤامره على نفسي عشان الاتحاد يتغلب. انا والهاني سليمان حارس المرمى المنتخب اللي هو دخل فيه 4 اهداف. احنا عملنا مؤامره. فكلام يعني تأمرتوا على الاتحاد علينا نفسنا. يعني انت تأمرت على انت كمدير فني عشان انت تتغلب. ايوه. طب ايه يعني لما انت تتغلب تكسب؟ انا ما اعرفش وجهه نظر الدكتور عفت كانت ايه. وبعدين هو يعني ايه اللي انت هتستفيده؟ معلش استحمل اسئلتي لان انا ساعات بقاطع يعني. ايه اللي انت هتستفيده؟ همشي والناس تقعد. طب ممكن يمشيك قبل الماتش عادي. وانا هقبل على نفسي بعد اللي انا بعمله في خلال 3 شهور اللي فاتوا دول. 3 شهور بتعذب وبعاني معاناه لا تتخيلها. طب ايه اللي مخليك مستحمل يعني؟ نادي الاتحاد، نادي الاتحاد ده حاجه كده ايه. انت حضرتك شفت الفيديو اللي قبل المباراه؟ حضرتك ده بعد المباراه النتيجه نادي الاتحاد مغلوب 4-0. نادي الاتحاد مغلوب 4-0. بس ما انت معلش يعني الفيديو اللي انا شفته ده ما هو ممكن مجموعه الجماهير اللي موجوده هم يعني ما تزعلش ان هو مش كتير قوي برضه. ايا كان. احنا لما كنا بنتعادل في اسكندريه كنا بنخاف نعدي من جنب النادي. فانا رحت والله اول ما دخلت على باب النادي يا جماعه انا بعتذر لكم انا اسف. انت رحت ليه بقى يوميها؟ كنت رايح اقعد مع مدير النادي الاستاذ جاسر. ليه؟ عشان خاطر الكلام اللي حصل ده والمداخله بتاعتي وكلام الاتهام اللي وجه لي من الدكتور عفت، فرحت اقعد معاه عشان ده تاني يوم لا ولا يوميها؟ يوميها. يعني انت خلصت الماتش وطلعت على النادي. ايوه خلصت وروحت على والجماهير موجوده هناك عند النادي مستنيني. كانوا مستنينك انت؟ عرفوا ان انت رايح. طب عرفوا منين؟ كلموني قالوا لي احنا مستنيينك لازم تيجي. يعني هم يعني جماهير الاتحاد هي اللي قالت لك تعالى؟ سمعوا ان انا اقال او ان انا مشيت. طلعوا على الشطبي. طلعوا على النادي. استقبلوك هناك بالزبط. وانت طالع لجاسر منير تتكلم معاه في اللي قاله الدكتور عفت السادات. بالظبط. يعني انا ما كنتش اتمنى ان يحصل مداخله على الهوا من الدكتور عفت يقول فيها هذا الاتهام وانا ارجع ارد بمداخله ثانيه اتهم فيها الدكتور عفت. انا قلت لحضرتك في الاول الكلام ده بيتقال على الترابيزه في الاجتماعات في الاوضه المغلقه. جه دخل الدكتور عفت بعديها قال ايه؟ قال لي ده انا بحول التحقيق للكابتن احمد عشان احميه. معقوله؟ يحميك من ايه؟ يحميني من الاتهامات اللي بتوجه ليا. قال لي ان في 6 لعيبه اتصلوا بالدكتور عفت وقالوا له ان كابتن احمد ساري حرضنا ان احنا نسيب المعسكر. انت حرضت اللعيبه عشان يسيبوا المعسكر. فاللعيبه كلها كلمتني. طب انا عفوا لا ده انا لازم اكمل النقطه دي. اللعيبه كلها كلمتني قالت لي يا كابتن
ده انت واقف عمال تلمنا من عند العربيات زي الفراخ. تجري على العربيه ده وتجري على عشان خاطري اقعدوا. طب اقعدوا. انت بتقول ده جاسر؟ ده انا بقول للعيبه وهم بيكلموني، ما حدش كلم الدكتور عفت غير واحد اللي اتصل بيه احد اللاعبين. مين؟ سيد فريد، وهو قال انا كلمت الدكتور عفت. قال له ايه؟ بيقول له ان احنا كنا ماشيين وعشان خاطر ان هم كانوا واعديننا بالفلوس، وحكى له الموقف. فاللعيبه كانوا زعلانين وبس. ما قالوش فتنه، ما فتنش. قال له ان الكابتن احمد قال لنا امشوا، ما قالش ان هيثم كان بيحرضنا. ايش عرفك انه ما قالوش؟ الدكتور عفت قال في 6 لاعبين كانوا. ايش عرفك انه ما قالوش؟ انا متاكد. ليه متاكد؟ انا متاكد. انا ليه متاكد؟ ما انا هكمل لك الكلام. الدكتور عفت ما قالش ان في لعيب اتصل بيا. في 6 لاعبين كلموه. لما ال6 لاعبين دول خايفين على الفرقه وبيكلموا الدكتور عفت وبيقولوا له اللي بيحصل في الفرقه، اولى بيهم كانوا قعدوا. طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي. اللي قاعد في فندق هو يقول لهم ارجعوا لازم تقعدوا بس كده. تمام. اللي قاعد في فندق 3 ولاد صغيرين. انا بصيت لهم كده بس. قعدوا في الريسبشن ما اتحركوش. ولاد تحت السن بس فضلوا قاعدين في النادي. ال3 بس دول اللي قعدوا؟ بس. طب ومحمود فتحي اغلبهم كانوا واقفين حوالين الفندق بالعربيات يعني. يعني ستاند باي، يعني يرجعوا يا يرجعوا يا يمشوا. انت كنت قاعد مع الهاني سليمان ليله الماتش فعلا؟ قاعدين مع بعض بتتودودوا وبتتكلموا وكده؟ انا قاعد مع الفرقه كلها. لا خالص. يعني انت ما انفردتش بالهاني سليمان؟ الدكتور عفت دلوقتي في احد القنوات وهو جاي قال، وانا جاي بسمع برضه، حد اتصل بيا وقال لي هو قعد مع هاني سليمان وتبين ان الهاني سليمان ملوش دخل بالموضوع ده خالص، وان الكلام ده كان تهم بتلقى وجزافا كده، وان الهاني سليمان كان احد المؤثرين في عدم مشيان الفريق وهو اللي رجعهم. عارف منين الكلام ده؟ الدكتور عفت قعد مع الهاني سليمان. الدكتور عفت قال انا قعدت مع الهاني. وكان المفروض ان هو يقعد معايا. لا انا اللي جالي بقى من اسكندريه، احد الصحفيين كان موجود هناك في هذه الواقعه، هو راح وكان جاي يقعد معاك. ده اللي وصلني ان هو كان جاي يقعد معاك. ما حدش جه. انا جاي لك في الكلام. كان جاي يقعد معاك ويقابل الهاني سليمان للتاكد من صحه توقيعه للنادي الاهلي. ده اللي وصلني. لا الكلام ده، كل الكلام دوت، ووقف مع الهاني دقيقتين. الكلام ده كان الساعه 10:30. مفيش حد ممكن يجي يخش الفندق الساعه 10:30. لا انا مش بتكلم على ليلتها يا كابتن. انا بتكلم على بعد المباراه. وبعد حالتك للتحقيق او بعد اقالتك. تاني يوم هو راح يقعد مع الهاني سليمان وكان في قاعده معاك. صح؟ وما قعدش معاك. لا الدكتور عفت سكن هيجي يقعد معاك. لا ما كانش في قعده. انا سمعت كلام زي كده ان هو الدكتور عفت موجود في النادي وعايز، فانا وعايز يقعد معاك. بكلم مدير النادي قال لي مفيش حاجه من دي. قال لي هو الجماهير قالت له الكابتن احمد جاي هنا، قال لهم يجي شرف تحت امره. قلت له يا استاذ جاسر في حاجه رسميه ان انا اقعد معاه؟ قال لي لا. قلت له خلاص شكرا. بس كان هو خد القرار خلاص بان انت خلاص مقال؟ لا ده الاقاله دي من يعني ايه، ان هي اعلنت خلاص، الموضوع بالنسبه لي انتهى. هو اعلن. تاني يوم اغلب اعضاء مجلس الاداره قابلتهم وقعدت معاهم واتكلمنا. انا سمعت ان انتوا بتاخدوا قرار ان انا همشي. وكان في تليفون بيني وبين الدكتور سامي حميد، كلمني قال لي يا كابتن انا شايف ان انت هتقدم استقالتك لان الاقاله هتبقى صعبه. قلت له دكتور سمير انا بالنسبه لي مش صعبه. انا راجل بحب نادي الاتحاد، اللي انتوا شايفينه في مصلحه نادي الاتحاد اعملوه، بس بشرط اي حد ياخد قرار يتحمل مسؤوليه القرار اللي هو بياخده. انتوا عايزين تكلوني تحت امركم. انت بتهددهم ولا ايه؟ لا ده انا بقول لهم انا تحت امركم. عايزين تكلوني وكلوني واطلعوا للناس قولوا لهم احنا مشينا احمد سيد، لكن انا ما اقدرش اطلع للجماهير. اصل انا حاسس ان انت وكانك محمي بالجماهير. ده حاجه اساسيه. انت لو الناس دي مش بتحبك عمرك ما تخش نادي الاتحاد ومش هترضى تشتغل. بس الناس دي كانت ممكن تقلب عليك لو انت الماتش اللي جاي اتغلبت. ما لازم امشي. الكره دي معموله عشان خاطر الجماهير دي تستمتع. ما انت بتتغلب يا كابتن احمد. ما انا نحكي بقى نخش ماشي هنخش في بس لا انا عايزين نكمل الحدوته. طيب انتوا النهارده خلاص اهو يعني حتى على طول شوف يعني ما صدقوا جابوا لك على طول الاجوان اللي دخلت فيك 4 يا كابتن احمد. هيخش فيك 4 اجوان كده والهاني سليمان ينفع الكلام ده؟ لا طبعا. ومين يقبل هذا؟ طب وانت كنت فين؟ كنت موجود. طب كنت موجود بتعمل ايه؟ بمرن الفريق. طب وانت قاعد كده يعني مش فاهم فهمني ايه اللي بيحصل؟ اقول لحضرتك. بدايه احنا عملنا معسكر قبل الدوري ب 12 يوم بس اللعيبه قعدت 3 شهور. عايز حضرتك تجيب ورقه وقلم كده وتكتب معايا التواريخ. 12 يوم قبل الدوري بدا يوم 2. احنا عملنا المعسكر بتاعنا يوم 19. كنتوا فين قبل كده؟ في الشارع. يقينا في الشارع. ليه؟ اشمعنى انتوا؟ كل الفرق كانت بتتدرب. كل الفرق كانت بتعمل ايه؟ 1 تتمرن يوم الحد والاثنين والثلاث والاربع، وبتعمل مباراه وديه يوم الخميس كويس، وبتاخد جمعه وسبت اجازه. تمام. وترجع كل المديرين الفنيين بتاعت الفرق باستثناء الاهلي والزمالك والاسماعيلي، لان هم كانوا بيعملوا
برنامج بتاعهم كامل على اساس ان هم مشتركين في بطولات افريقيا. اوكي. فانا سالت كل المدربين بتوع الدوري الممتاز كله بيعمل كده، جمعه وسبت اجازه وبيبدا الحد 2 3 4 وبيعمل مباراه وديه يوم ايه؟ الخميس. تمام. انا طلبت الكلام ده، مش عايز اكتر من كده. جيت لقيت الفريق بيتمرن حد واثنين وثلاث في الاستاد والباقي اللعيبه تروح. الكلام ده قعدوا فيه 3 شهور. قلت لهم طب حتى مين اللي خد القرار بتاع ال3 ايام في الاسبوع؟ حتى لو انت عايز تعمل الكلام ده اعمل البرنامج ده. البرنامج ده. لا لو انت انا سمعت حاجه ان الدكتور عفت السادات هو اللي عايز كده علشان هو ده يعني هو عايز 3 تمرينات بس علشان هو ده الحد الاقصى اللي ممكن الاستاد في الاستاد. صح يعني معلومه صح؟ مظبوط. بس ف3 ايام ففرض عليك كده، ففرض عليك فانا جيت لقيت هذا امر واقع. كابتن ما زعلش مني؟ رفضته. ما ينفعش كابتن مدير فني يوافق على حاجه زي كده. رفضته. امال انت قعدت ليه؟ رفضته. وعملت يوم تدريبي في النادي الاتحاد في الجيم. وعملت مباراه وديه في اليوم الاخير اللي هو يوم الخميس. فبقى عندي 4 ايام ومباراه وديه. كويس. بدات اشتغل ومدي يومين اجازه. ده امتى الكلام ده بقى؟ الكلام دوت بالظبط شهر قبل الدوري. شهر قبل الدوري. عملنا الكلام دوت 3 اسابيع. قبلها كنت في الشارع؟ قبلها كنا بنتمرن 3 ايام. انا قعدت اسبوعين 3 ايام واللعيبه بتروح 4 ايام. امال يا كابتن ما تزعلش مني يا كابتن، ايه الكروش دي يا كابتن؟ ده انا كرشي ده انا ما عنديش كرش قوي كده زيهم. لا بس دلوقتي الحمد لله يعني خسوا شويه. لا يا كابتن، لا خسوا كتير. ما تزعلش مني، خسوا كتير. بس حضرتك احنا عاملين ميزان كابتن. انا فكره ما تزعلش مني، عندي كواليس كتيره يا كابتن، ولاعيبه كانت بتاكل قبل التدريب ب5 دقائق. وعندي بالاسم يا كابتن مين اللي كان بياكل قبل التمرين ب5 دقائق، وانت شايف كل الكلام وانت متصاحب مع اللعيبه ومقضيها كده بالحب. لا حضرتك يعني اللي بيني وبين اللعيبه كل حب واحترام. انا بقول لك اللي اتقال لي اهو. انا ليا عيون جوه نادي الاتحاد. انا بقول لحضرتك قالوا لي احمد ساري بالحب مقضيها مع اللعيبه. انا بقول لحضرتك انا في قسوتي مع اللعيبه هم عارفين. ما عملت ايه قسوتك؟ وشافوا في حاجات صغيره كده. الكروش دي ما بتوزنش يا كابتن والله العظيم. انا اجيب لحضرتك الرسم البياني بتاع اللعيب دوت بيتمرن ايه وبيعمل ايه ومعمول له برنامج. مش قادره يا كابتن تجري يا كابتن حضرتك. انا بقول لحضرتك اللعيب ده قاعد في بيتهم بقاله 6 شهور. 6 شهور طب انت فين انت؟ انا جيت. انت مدير فني، انا حاسبك انت كمدير فني، انا حاسبك انت. انا جيت قبل الدوري بالظبط كده 35 يوم. اشتغلت فعليا قبل الدوري ب 12 يوم. مش كافيين؟ لا انت قلت شهر، انت اتمرنت شهر بالطريقه دي؟ شهر. اشمعنى كل الفرق جاهزه وانت مش جاهز؟ ما انا بقول لحضرتك اهو الشهر كامل. لا انا جيت قبل الدوري بشهر كامل. خدنا اول اسبوعين 3 ايام في الاسبوع، 3 ايام في الاسبوع و4 ايام راحه. قلت لهم مش هينفع الكلام ده، لازم نشتغل فعليا. كويس. فبدانا اشتغلنا اسبوع 3 ايام ومباراه. فجاه بعتوا لنا الدوري يوم 2/2. قلت لهم دلوقتي لازم اخش معسكر. فربنا كرمني وعملت اتصالاتي الشخصيه بدون تدخل اي احد في مجلس اداره. ما دي قصه ثانيه بقى اسالك فيها بقى، يعني قصه دكتور. فعملنا المعسكر قبل ماتش الزمالك ب 12 يوم اللي هو اتمرن بقى صبح وبعد الظهر وبتعمل اعداد. انت توليت تدريب نادي الاتحاد السكندري قبل الدوري ب 35 يوم. عفوا انا كمدير فني شايف الفتنس ده او اللياقه البدنيه دي، وانت راجل مدير فني وشايف كده، وانت قبلها ب 35 يوم، يبقى لازم احاسبك. تمام. ما زعلش مني. تمام. اللي انا شفته ده فرقه بتروح ما بتقدرش ترجع. طيب اقول لحضرتك لما انا اطلب منك وحضرتك مسؤول في النادي، رئيس مجلس اداره مع عضو مجلس اداره نائب رئيس النادي ايا كان منصبك في النادي، واقول لحضرتك انا عايز ملعب اتمرن عليه، وتقول لي حضرتك ما تتعبش نفسك يا كابتن، مفيش دوري، بس احنا بنشتغل كده بس بنهيئ الناس، يعني ايه مش عايزين نصرف ومش عايزين. ده اول ما انت مسكت يعني في اول 35 يوم في اول ما مسكت قال لك ايه بقى؟ مفيش دوري. قال لك مفيش دوري. ما تحملش النادي اعباء، النادي ما يستحملش الاعباء ديت. مش عايزك ايام اضافيه عشان الفلوس. طلبت لعيبه يا جماعه عندي نقص في المراكز. في بعض المراكز ما فيهاش غير لاعب واحد، لو اصيب مش هلاقي بديل. كده وظف واحد من مكان تاني. طب عايز لعيب في المكان ده يا كابتن مفيش دوري. لو سمحت. انا جبت لعيب ب 23,000 جنيه. ولعيب سوبر من يعني نادي غلبان، ولد لعيب. مين اسمه؟ لا ما احنا هنجيبه السنه الجايه عشان ما حدش يتكلم فيه بس. اوكي ماشي. مش السنه دي يعني؟ لا ما يعني ما نفعكش السنه دي. لا فتره القيد اللي انتهت قبل الدوري. ما انتوا مشيتوا فرانسيس واوتوبونج. مشينا فرانسيس واوتوبونج ومحمد يونس خد شنطته وراح كندا. كل الحاجات مفيش صفقات يا كابتن، مفيش حاجه خالص. بس انت 35. طب انت قال لك ايه؟ قال لك هو ده اللي عندي. انا لو منك امشي. ما هو لو حضرتك احمد ساري وابن من ابناء نادي الاتحاد. لا اصارح الجماهير يا اخوانا، انا مش هعرف اعمل حاجه، انا ماشي. وصارحت الجماهير وقلت يا جماعه الفتره صعبه والناس لازم تقف معانا وتتكاتف، وادانا في مباراه الزمالك الناس اثنت عليه الى حد معين في ظل الظروف اللي موجوده. وكنت ممكن طب نروح للكابتن جارم. نروح للكابتن جارم في التليفون. كابتن جارم. كابتن ازي حضرتك؟
الله يخليك يا كابتن احمد. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ صراحتك جميله. ربنا يخليك يا كابتن. مثيل على الكابتن ساري. ربنا يخليك كابتن كابتن ايه اللي بيحصل ده يا كابتن؟ بص انا عايزك اتكلم في 3 نقط لو سمحت. اتفضل، انا عارف ان انت صريح بتخش في الموضوع على طول. عملها الدكتور عفت السادات دي بلدي قوي، ادي اول حاجه. حركه بلدي؟ طبعا دي تمثيليه، خلي بالك. عارف انت الخرطوش الفشنك؟ واحده. طب انت منين قدمت استقالتك؟ يبقى انت لعبت بالكابتن فاروق جعفر كده. يبقى الكابتن فاروق جعفر ياخد حقه من الدكتور عفت. انت جبتني امبارح والنهارده قدمت. مين يوم السبت اللي هيدفع للكابتن فاروق المقدم بتاعه الجهاز؟ ما معروف انه بياخد مقدم 3 شهور. تمام. هيدفعهم. انت جبته ومشيت، ادي اول واحده. تمام. اللي بيتكلم لازم يا جماعه نشغل دماغنا واحنا بنسمع الكلام اللي بيجي لنا. الناس يعني الاستقبال وحش للشعب المصري. خد الكلام كده بالراحه. دي تمثيليه، ادي اول واحده. ثاني واحده، اللي كان متاكد هو ان الدوري مش هيتلعب. لان هو يعني ايه زي ما تقول بيعلم الغيب. ماله؟ بيعلم الغيب، استغفر الله العظيم. يعلم الغيب؟ ما هو لاخر وقت هو عارف ان ولا ليه ما نقولش ان هو له علاقات قويه مع ناس تقيله في البلد؟ مفيش فساد بعد الثوره، مفيش. لا اتهيألي بقى يعني لازم الرياضه بقى تنضف من الفساد كمان. هو كان في فساد برضك على الرياضه زي الداخليه وزي القضاء وزي كله. هو ايه علاقه الدكتور عفت بالفساد؟ لا دي قصه ثانيه بقى، مش وقته. احنا خلينا دلوقتي في نادي. هو له علاقه يا كابتن جارم؟ لا انا ما بتكلمش في فساد. طيب خلاص. هو كان متاكد ان الدوري مش راجع. تمام. امتى الدكتور سمير عبد الحميد بقى حبيب الدكتور عفت؟ النهارده في احد القنوات بيغازلوا بعض. مش لسه الاسبوع اللي فات وساري عارف الكلام ده؟ ايه وبعدين ال 30 لعيب اللي عند الكابتن ساري الدكتور عفت هو اللي اتعاقد معاهم. لجنه الكوره ما اجتمعتش ولا اجتماع. يا كابتن جارم اسمع كابتن ساري. نعم يا ساري. حضرتك المشاكل اللي بين الدكتور عفت ومجلس الاداره كانت مشاكل قد ايه؟ قد ايه؟ انا مستغرب النهارده الدكتور سمير عبد الحميد ازاي بيقول تجمعوا ما نقدرش نستغنى عنك. المجلس كله. ده الفساد. ما انا المجلس هو ضروري الفساد يبقى مالي؟ الفساد المعنوي اصعب من المالي. الفساد المعنوي اصعب من المالي. طبعا. انا كل اسكندريه عارفه ان الدكتور سمير والمجلس الاداره كله في جنب والدكتور عفت في جنب عشان هو اللي بيدير النادي. والدنيا كانت مولعه ما بينهم من اسبوعين. بالظبط. النهارده الدكتور سمير بيقول له اوعى تسيب النادي واوعى تسيبنا، ما تعمل له اغنيه. هو في ايه؟ طب ده ليه ده يا كابتن؟ ما تمسك تدير النادي. ده مش ده نادي الاتحاد. بقول لحضرتك مش هتسمعني. قول الكلام ده. كابتن جاري التمثيليات دي ما بتخشش علينا. دي تمثيليه يعني. العصافير طارت اللي في دماغنا. قول يا كابتن احمد ساري عايز يقول حاجه. شد حيلك يا ساري وانا زعلان. خلي بالك على الكابتن فاروق جعفر اللي اتعمل فيه ده. طب بقول لك ايه يا ابو الكباتن؟ كبير يا ابو الكباتن. نعم حبيبي. يعني الكابتن فاروق كده انت بتقول انها تمثيليه. استغله الدكتور عفت، استغل فاروق وضحك عليه بالعربي. جاب فيه جول. امال ايه؟ طب فين مكرك يا كابتن فاروق؟ ما هو فاروق ده انا متربي معاه من الثانوي، يعني احنا نعرفه بعض من ثانوي. طب ماشي يا كابتن. انا عارف هقول لحضرتك. قول يا كابتن. هم ما كانوش قادرين يخشوا النادي عشان يجتمعوا عشان يقيلوا احمد ساري. صح. وقابلوا صعوبه وراحوا الفندق اللي قالوا عليه والجماهير راحت هجمتهم هناك والاجتماع باظ. وعكس الكلام اللي الدكتور عفت بيقولوا ان هو كانوا قاعدين وبيتعشوا وكده، والناس اللي مسؤوله بتاعه الفندق قالت لهم لو سمحت احنا مش هنقدر نواجه جماهير نادي الاتحاد، لو الناس جت تاني مش هنقدر نمنعهم، فلو سمحتوا شكرا اتفضلوا. يعني طردوهم. خدوا بعضهم ماليش دعوه. خدوا بعضهم وقالوا نروح اجتماع تاني. الجماهير عرفت كانت هتروح لهم، قالوا لا نروح على النادي. كويس. راحوا على النادي قالوا للجماهير هنخش هنجتمع ومالناش دعوه باقاله احمد ساري، مش هنيجي جنب الحته ديت. هم هددوهم يعني. مفيش حد عارف يخش. مش قادرين يخشوا النادي. دخل الدكتور عفت، دخل الدكتور سمير، دخل بقيه اعضاء المجلس. مين اللي اتمنع يا كابتن جارم؟ دكتور سمير اتمنع انه يدخل النادي؟ ايوه. لا دخل بعديها بشويه، دخلوا وقعدوا ووعدوا الناس ان هم مش هيجوا جنب موضوع اقاله احمد ساري. وبعديها راحوا جايين مسربين ان هم بيتفاوضوا مع الكابتن فاروق جعفر وان الموضوع خلاص على وشك الانتهاء وان الدكتور عفت دلوقتي راح يقعد معاه وانتهت القصه والموضوع كلها تفاصيل صغيره وبين هو. فالناس طبعا لما تجيب فاروق جعفر طبعا لازم الناس تهدى. وانا واحد من الناس انا فرحان لما الكابتن فاروق جعفر يجي يتولى قياده نادي الاتحاد بعد احمد ساري.
ده شرف ليا انا كابتني وكابتن مصر ان هو يبقى هو البديل بتاع احمد ساري. اجيب عشان امشي احمد ساري لازم اجيب له قيمه. يعني العلاقه رجع السمنه على العسل ما بين الدكتور سمير عبد الحميد. لا خلينا في القصه دي والدكتور عفت علشان خاطر احمد ساري يمشي ويخش نادي الاتحاد يعملوا الاجتماع. والمجلس كله لا وبقيه المجلس وبقيه المجلس بقوا حبايب. يا كابتن اتفضل يا كابتن جارم بعد اذنك كمل بس النقطه دي. من كل الناس دي بيلعبهم الدكتور عفت اذكى، طلع اذكى من فاروق جعفر. هو الكابتن فاروق جعفر النهارده عرف ان دخل فيه جون. بقول لك هو عرف انه دخل فيه جون. انا مش عايز اقولها غير كده، هي يعني بس ما ينفعش تتقال. طب ممكن يا كابتن استغل اسم، لان انا ببقى فرحان لما فاروق جعفر يمسك النادي. طب كابتن ممكن تقول لي هو استغل اسمه؟ طب ايه الفايده اللي لعب امال ايه؟ هو ده الدكتور عفت، هو ده. ماله الدكتور عفت؟ ولا حاجه يعني ولا ما ينفعش يديروا النادي بصراحه، يعني يقدموا استقالتهم وشكرا. كلهم؟ كلهم كلهم طبعا. طب كابتن جارم انت راجل اسم كبير في اسكندريه، دي رغبه جماهيريه ولا رغبه من اعضاء الجمعيه العموميه؟ طبعا رغبه جماهيريه. هو انت تمشي في ايه؟ بس يا كابتن مش كتير قوي اللي قالوا كده يا كابتن في النادي. الشعب شال حسني مبارك، في ايه؟ خلاص بعد 25 يناير خلاص الناس بقول لك العصافير اللي في دماغها طارت، خلاص الشعب فتح. ما ينفعش اللي يتعمل قبل 25 ينفع دلوقتي. طب ممكن تقول لي الحلقه الاخيره في المسلسل هترسى على ايه؟ الاخيره يتجوزوا بقى زي الفيلم العربي برضك ويخلفوا ولاد وبنات ويعيشوا في تبات ان شاء الله، بس من ولاد اسكندريه. ما يمسحش دمعتك غير ايدك يا كابتن، واحنا كلنا ورا ساري. لا ثانيه واحده، يعني انت قصدك ان احمد ساري يرجع يمسك الفرقه تاني؟ طبعا وعنده فكر ولاد النادي اولى. في عندنا اشكال. طب افرض يا كابتن افرض ان في لعيبه مش عايز احمد ساري. كابتن احسن من اللي واخدينهم. في عمولات يا كابتن وفي قصص، خلينا ما نتكلمش. في عمولات؟ عارف كل حاجه. في عمولات؟ طبعا. مين اللي بياخدها؟ يعني ايه؟ مين اللي بياخدها؟ احنا نادي فقير لازم نعتمد على ولادنا. كابتن في عمولات مين اللي بياخدها؟ انا بقول لك اهو، هات يا دكتور عفت ارض النادي الاتحاد وانا اول واحد حبيس دماغك. مين اللي بياخد العمولات يا كابتن؟ انت قلت اتهام خطير. لا كتير يا كابتن، كتير وابتدوا يبانوا. كله بيبان يا كابتن. ده جوه المجلس ولا جوه الجهاز ولا فين؟ لا ما ينفعش الكلام دي، عايزه دي لا ما ينفعش. ما ينفعش تقول؟ عشان ما نظلمش حد. لكن في عمولات فيه وفي كل الانديه. بس جيب لنا بضاعه كويسه، ما تجيبلناش بضاعه بايظه، ما تدينيش الشرب ببلاش. الشرب ده بيتباع في الاخر ببلاش. طيب احنا ما بناخدش فرز ثالث، احنا بناخد الشرب. طيب الشرب ينفع؟ لا الشرك ما ينفعش نادي الاتحاد. نادي الاتحاد ينزل؟ لا الشرك ما ينفعش نادي الاتحاد. بس اللعيبه اللي جت دي اللعيبه اللي جت دي نادي الاتحاد، يا ريت نادي الاتحاد كان نزل السنه اللي فاتت. اللعيبه اللي جت دي يا كابتن جارم لو نزل كان كله مشى وجرى، واولاد النادي يمسكوا النادي ويعتمدوا على اولاد النادي ونطلع تاني في الممتاز. ايه المشكله؟ ننزل ونطلع، ايه المشكله؟ هو انت عايز تمسك النادي يا كابتن جارم؟ لا انا مش عايز والله امسك النادي ولا اشتغل في النادي. انا ما بشتغلش في النادي بقالي اكتر من 15 سنه. كابتن ساري عارف. لا انا بحب النادي ده له فضل عليا. اللي خلاني ان حضرتك تتصل بيا واتصل بيك من خلال نادي الاتحاد. يا كابتن انت اسمك كبير يا كابتن جارم، انت اسمك كبير يا كابتن. الجميل ده يا كابتن جارم، عايز اسالك سؤال اخير يا كابتن. اتفضل. انت بتقول الكابتن احمد ساري يرجع تاني الفرقه. طبعا. طب افتراض جدلي، خد من اخوك الصغير يعني. اتفضل. افرض ان في لعيبه مش عايز احمد ساري. خلاص لا مفيش حاجه اسمها لعيبه. مش هم يبقوا لعيبه يا كابتن. هم مش لعيبه؟ لعيبه فين يا كابتن؟ لعيبه فين يا كابتن؟ القماشه معاه وحشه يا كابتن، شايطه. القماشه تعبانه، فرز رابع. جايب لعيبه ما هو الدكتور عفت المسؤوليه. هو احمد ساري يشتغل. طب على كلامك كده احمد ساري يشتغل مع اللعيبه دي ليه؟ قدره هو كده. امال ايه؟ يعني ايه قدره؟ في ايه؟ يعني ايه قدره؟ هي كده. هيعمل ايه؟ طب ماشي. ابن نادي الاتحاد وابن اسكندريه. طيب اخر حاجه يا كابتن جارم قبل ما اقفل معاك من بعد اذنك. اتفضل. انت قلت ايه؟ دي تمثيليه عاملها دكتور عفت السادات. طبعا. وتراهني عشان يحضر. هو نفسه في المئويه، ان هو اللي يسلم في المئويه حاسس. ومجلس الاداره مشترك بعد ما هم قدموا استقالتهم، حد لعب لهم في دماغهم وقال لهم المئويه وصور والتلفزيون. يا عم كله بيدور على الشهره، كله عايز نادي الاتحاد كوبري يعدي، كل واحد له هدف. يعني هو هيرجع. طيب اخدموا نادي الاتحاد اللي هتنطوا من كتافه على حاجه ثانيه، فيدوه في الوقت اللي انتم موجودين عشان نفتكركم. هيرجع عن استقالته؟
التاريخ بيكتب اذا كنت انت كويس ولا مش كويس. كابتن جارم هيرجع عن استقالته؟ هيرجع طبعا. هيرجع طبعا. تراهني بنسبه كام في الميه؟ 100%. هيرجع بنسبه 100%؟ امال ايه؟ ليه كده؟ ليه متاكد قوي كده؟ بيحب الكاميرا. بيحب ايه؟ بيحب الكاميرا. بيحب الكاميرا. بشكرك كابتن جارم. شكرا. ده كلام جامد قوي. طب نروح لفاصل وتعلق انت مع الكلام ده لان الكلام ده كبير قوي. نروح لفاصل. هذا البرنامج برعاية